السلام عليكم، صحة رمضانكم. المملحة اللي جبتها لكم اليوم غادي تعوض لكم البوراك. على بالنا باللي كاع نبغوا نبدلو، غادي عمومو نكرهم البوراك والمعقودة. على هادي جبت لكم حاجة جديدة، نتمنى تجربوها خاطش بنينة بزاف وسهلة تاني. نجيبو ان بلا اللي يكون يدخل للفرن، ندهنو الوجه تاعها كاع بالزيت، ونجيبو كمية تاع بات فيلو. الكمية تختلف على حسب افراد العائلة. نحكمو ورقة كاملة، ندهنو النص تاعها بالزيت ونطووها على زوج بالشكل الموضح في الفيديو. نجيبو لافارس تاعنا، اي حاجة بولي هاشي ولا فيوند هاشي ولا اي حاجة نبغو نفرصو بها هاد المملحة. تقدو مام تخدمو بالبطاطا فايضة مع الطون ولا تخلطوهم وتخدموا بهم ان فارس. نحطوا الحشو تاعنا كما شفنا في الفيديو على الطول، ونبداو نخدموا في الحربوش تاعنا كما راكم تشوفوا. حاجه سهله مهله على كل حال. من نكونوا نخدموا في الحربوش تاعنا نسيو نزيروه الماكسيموم باش يعطينا شكل شباب. نروحوا نستفوا الحرابش تاعنا اللي خدمناهم في البلا بالطريقه الموضحه في الفيديو، نلصقوا واحد مع واحد وندهنوا الوجه الخارجي تاعهم غير بشويه زيت، ما نكتروش، غير شويه هكا من الفوق باش يعطونا هذيك القرمشه. هاد الاضافه اللي غادي نديرها دروك غير زيدوها لي باسكو غادي تعطيكم واحد الذوق وواحد اللون للمملحه تاعكم شابين بزاف. نديروا حبه بيض، نص كاس تاع حليب، ملح، فلفل اسود وشويه معدنوس يابس. نخلطوا كل شيء مع بعض ونروحوا نقطعوا الحرابش تاعنا اللي خدمناهم كيما هكا، ونجربوا باش نقطعوهم قطع تكون متساويه، ونروحوا نحطوا عليهم هذاك الخليط اللي كنا خدمناه تاع البيض والحليب، ونسيو الماكسيموم باش نوزعوه بالتساوي على كاع البلا، ونروحوا ندخلوا البلا تاعنا يطيب على 180 درجه حتى يحمروا لنا المملحات تاعنا. كي نشوفوهم حمار وخداو لون ذهبي كيما راكم تشوفوا، سي بون نقلعوهم يكونوا واجدين، نحطوهم في صحن تقديم. هذه روسه توجد بالخف، سهله مهله، وعلى بالي غادي تعجبكم. ما تنساوش تسيوها. حتى لهنا وصلنا لافين تاع هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لنا جيم، كومونتير وابوني، وبارك الله فيكم وصحه فطوركم.